أهلا وسهلا بكم لقصتنا لليوم. قصتنا عن الجن والدخول إلى البيوت المهجورة والحفر وتطليع الكنز. اليوم قصتنا عن هالرجال اللي يروح على بيوت مهجورة وشلون الجن يلبسه، عائلة جن كاملة تلبسه، وشلون يمشي بالدنيا وما يدري بحاله هالرجال، وشلون يتعالج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ بالقصة يا أخوان، اكتبوا لنا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قصتنا اليوم جدا عجيبة وجدا غريبة، يعني عن الجن، وعاذنا الله وإياكم من الجنون. تبدأ قصتنا في السعودية مع رجال. هذا الرجال فقير منتوف معدوم الحال. هذا الرجال اللي هو صديقه قال له: انت منتوف ومعدوم الحال، ليش ما تروح على المكان الفلاني بالوادي الفلاني؟ سماله منطقة، وقال له غادي ببيت تروح بيه كنز، تحفر وتطلع الكنز. قال له: ها متأكد انه بيه كنز؟ قال له: ايه متأكد. المنطقة الفلانية بالبيت الفلاني تعرفه؟ قال له: عرفه، هذا بيت مهجور. قال له: هذا البيت بيه كنز، بس لازم تروح له المغربيات تا يطلع لك الكنز. اذا رحت له بالنهار الكنز ما يطلع لك لانه مرصود. هذا الرجال من شدة فقره وضعفه قال: بدي اروح. خلاص اعتمد على الروحة تيروح يطلع الكنز ويقب على وجه الدنيا ويدشر عيشة الفقر وهالتعاسة اللي هو بيها. وفعلا زبط وضعه، راح اشترى قزمة مشان يحفر وعدة حفر وكريك وهالامور هاي، عدة الحفر، وجهز وضعه. وصارت الدنيا ها بعد العصر قراب المغرب يشغل عنده بيكام، يشغل بيكامه ويتجه إلى البيت المهجور. لما وصل هالبيت المهجور وصل عند تعتيمة العين، العين هين معتمة. وقف بالبيكام قدام البيت. البيت شكله مرعب من برا، ولكن الرجال قال: بدي افوت اطلع الكنز، معتقد انه بيه كنز جوا. وفعلا نزل من سيارته، قفلها ونزل معاه العدة الحفر، ونزل واتجه باتجاه البيت. فات الرجال إلى البيت. أول غرفة تتلقاه قال: راح أفوت أحفر بيها. البيت بيه عدة غرف، والبيت قديم وكله تربان، مهجور من سنين البيت هذا. وفعلا أول غرفة تتلقاه فات على قلبها وعنده بيل ضوء كشاف. شغل الكشاف، ركزه بمطرح وبلش يحفر مشان يطلع الكنز. حفر ديه وديه، ديه وديه، ديه وديه. هو جاي يحفر سمع صوت خطوات، وهالخطوات قريبات على بعضهن، مثل كأنه خطوات طفل صغير، يعني مثل ما نقول نحن. لما نسمع خطوات الطفل قحص، قضب الكشاف وقام يتلفت حواليه: مين بيه هين؟ مين بيه هين؟ ما بي حدا. ضحك بالممر تبع البيت، ما بي حدا، بس شافه غبرة كأنه واحد كان يمشي هنا. ما أخذ الشي بالشي ورجع يكمل حفره مشان يطالع الكنز. حفر قرابة نص متر وما لقى شي. قال: أتحول من الغرفة هاي الغرفة الثانية، جوز الكنز بالغرفة الثانية. وفعلا طلع من الغرفة هاي وفات على الغرفة الثانية وبلش يحفر. لما بلش يحفر سمع صوت خطوات طفل نوبة ثانية وصوت ضحكات طفل صغير. تعجب وارتعب ميكن، يعني تجلس وقام قضب البيل وقام يدور، وشاف الممر بيه غبرة وبيه دوسات مثل دوسات حافر حيوان، كأنهم طبعات على الأرض. هنا تملكوا الخوف شوية الرجال، ولكن من شدة فقره قال: ما راح أتراجع، لازم إني أطالع الكنز. وفعلا طلع من الغرفة هاي،
فات على غير غرفة وقام يحفر بقلبها. ما توب الرجال بعد هالانذارات جته. شوي ولا سمعان صوت خبط وراه، خبط وصوت مشي. الرجال هين مات على حاله من الرعب. التفت لورا والبيل بيده. يقول اضوي بالبيل على الباب ما بشي، اصد البيل عن الباب اشوف خيال وكأنه خيال مرة واقفة. اقول اضوي على الخيال بالبيل ما لاقي شي، كأنه ما بشي خالص. قول اصد البيل على جنب وإذ لقيت الخيال جاي باتجاهي بسرعة، وحسيت بريح ساخنة بهوا ساخن كأنه تمسك بيا، وحسيت حالي أغمى علي بهذيك اللحظة. بعد شو فزيت من النوم صارني معاي ليش أغمى علي، شنو هذا كنت أشوفه، صحيح مو صحيح. يقول ما عاد أعرف. يقول قمت أني هنا، لما قمت حسيت جسمي مثل المخدر، وحسيت شي ماسك بإيدي مثل كأنه إيد ماسكة بإيدي وماني قدران إني أسولف. يقول التفتت إنه شنو هالشي الماسكني هيك من إيدي، أدحق وإنها مرة عاجوز شعرها طويل منظرها بشع والعياذ بالله. يقول لما شفت هيك ردت أصيح، ردت أتعوذ من الشيطان. يقول ما قدرت، لساني كأنه الربط. وهالمرة قضبتني وقامت تقودني وتمشي بيني. يا الله أني وين عم تمشي بيني هاي المرة؟ قال جيت لعند السيارة، ركبت بالسيارة وش ما لقيت السيارة اللي تشغلت ومشيت. وقمت أطلع بوديان وأنزل بوديان، أطلع بتلال وأنزل بتلال، وتمشي بين السيارة وين ماشي مالي عرفان. والمرة اللي كانت معاي اختفت، واريد أطلع من المنطقة، أريد أنهزم يعني من هالشي من هالرعب الصاير معاي. يعني المرة هين اختفت. يقول شوف الضوء من بعيد كأنها ضوء سيارة، كأنها ضوء نار. قلت لحالي راح اتجه باتجاه هاي الضوء لانه ما عاد اعرف حالي عيني وين صرت. انجمت. تعرفون ان ينجم يكونوا بصحراء ويصيروا ينجم، هذا ما يندل جبلة من شمال، وهو نجم الزمن وما عاد يعرف جبلة من شمال. وقام يمشي لمن هالضوء صار نواته وعدى من كتره بسرعة البرق الضوء هذا. وشاف الاستراد العام الزفت، جاته يركب على الزفت، قضب الدركسيون وقام يلف دركسيون السيارة على الزفت كأنه بيشيل كامشة الدركسيون وجاي يلف له اياه بالعكس، ما يريده يركب الزفت. يقول وانا احاول اركب الزفت غصب والدركسيون يلف. يقول بكل جهدي الف الدركسيون لما ركبت على الزفت، ركبت السيارة على الزفت. بس هذا الزفت وين يودي؟ بيقول ما عاد اعرف. اني هنا دخت ما عاد اعرف حالي وين صرت. يقول مشيت على هالزفت، البنزين عندي خلص، عداد البنزين نزل للأخير وخلص البنزين عندي، ما لقيت إلا الموتر طفى. يعني شو بدي أسوي أنا بتشول؟ يقول نزلت قمت أمشي على الزفت واستنى السيارة بلشنها تعدي سيارة تشيلني. يقول فعلا شو هلا عدت سيارة. يقول واقضب وأشر لها السيارة وأشر لها السيارة. يقول السيارة هدت نواتي تريد تتوقف السيارة هاي. شفت الاشخاص يضحكون علي ومثل المرتعبين وكمل مدربهم وما وقفوا لي. قلت لحالي ايش بي، عايش ما جاي يوقفوا لي هذول الجماعه؟ ليش ما جاي يوقفوا لي مشان اركب معاهم؟ المهم السياره مشت وانا هنا مقطعه. شوي ولا تجي سياره ثانيه. يقول واقضب واقوم اشر لها. لما رادت توقف السياره ضحكت بقلب السياره وانه صاحبي صديق لي انه جاي يسوق السياره. يقول لما راد يوقف صاحبي هنا الجنية متلبستني، قامت تحرك جسمي وقامت تسوي شغلات مخيفة. اقول صاحبي بس سيارة، كمل دربه وداس ومشى ما وقف لي. هنا يقول هنا ما عاد ادري بحالي شو، واني ماشي حسيت حالي انه صرت بتشول. لك اني مو كنت عزفت، جابني عالتشول
يقول ما عاد أعرف، ما حسيت إلا شيء تك بإيدي وقام يجرني. أضحك هالشي شنو هو؟ إنها العاجوز نفسها كامشة بإيدي وقامت تتلني. يقول تمشي بيني بوديان وتطالعني، وتمشي بيني بوديان وتطالع لك. أنا متعجب بحالي شلون عم أمشي بهالسرعة هاي، سرعة يمكن بسرعة السيارة بسرعة البرق، شلون ماشيين أنا وياها ما أعرف. أنا وهالعاجوز هاي والخوف متملك لك، بدي أتعوذ من الشيطان ما أقدر. وصلتني لعند جبلة وقامت تطلع بيني فوق الجبل. يقول زدت خطوة والخطوة الثانية زدتها بعد 5 امتار، زدت خطوة والخطوة الثانية زدتها بعد 10 امتار، وهي كامشتني من ايدي ومطيرتني وراها وشادتني. لما صرنا براس الجبل فوتتني بقلب مغارة. هالمغارة اللي فت عليها كلها سراديب ومغر وكهوف بداخل بعضها مثل المتاهة صايرة. يقول تفوتني بسرداب وتطالعني من سرداب واشوف عالم حوالي. هنا عرفت حالي انه انا فتت بعالمهم، العالم السفلي، فت بعالم السفلي. تقول واشوف مناظر مخيفة، شي طويل شي قصير، ما عاد اعرف حالي شو اسوي. فجأة فتنا على غرفة كان بيها كرسي وشخص له دغن طويلة قاعد على هالكرسي. يقول أنا هين بدي أتكلم ما أقدر، لساني مربوط. هنا المرأة قامت تتكلم، العاجوزة اللي كامشتني قامت تتكلم وقامت تقول له يا سيادة القاضي، جبت لك هذا الإنسي مشان تحكم عليه. هذا الإنسي أقلق راحتنا وجاء أذاني ببيتي وإذا ويلادي، بدي إياك تاخذ لي حقي من عنده. يقول أنا هيك بدي أسولف، بدي أدافع عن نفسي. يقول ما أقدر. بدي أقول لهم خيو أنا مالي ذنب، صاحبي هو الدلاني. يقول ما أقدر إني أسولف. هين قالها القاضي للعاجوز، قالها شلون يعني ضرج؟ طب أنت ما أنذرتيه؟ يقول لا، نحن أنذرناه نوبة ونوبتين و3 نوبات وهو ما اقتنع بالإنذار اللي أنذرناه إياه. أنا بدي حقي منه وحقي أريد أتلبسه أنا وولادي. يقول هنا فلتت ايدي العاجوز، لما فلتت ايدي هنا لساني انطلق. هنا انا قمت اصيح واصيح واقوم لا انا مالي علاقة، انا مالي دخل، صاحبي هو اللي قال لي بكنز وانا رحت مشان الكنز، انا لون ادري هيك ما جيت اني. يقول هنا العاجوز رجعت كمشت ايدي نوبة ثانية وما عاد اقدر اسولف. القاضي هنا حكم علي انها تتلبسني هي وولادها. ما حسيت الا بشي ساخن دخل بيني. يقول هين ما عاد ادري بحالي اني، هنا اني انجنيت وقمت امشي واسيح وما ادري بحالي، ولا هل يدرون عني شي ولا حد يدري عني بشي. يقول قمت انام بالخرابات، قمت اصحى بالتول، ما عاد اعرف حالي وين عم امشي. حالتي صارت رثة، هدومي صارت مقطعة، منظري صاير بشع من هالشي اللي عم يصير معاي، صابني جنون. وفجأة بيوم من الأيام ركبت بقلب سيارة كانت واقفة وكان أركب بقلبها. يقول نوبات أوعى بحالي، نوبات ما أوعى بحالي. يقول ركبت بهالسيارة، السيارة هاي خذتني على المدينة. يقول نزلت بقلب المدينة وقمت أمشي بيها والعالم تجفل مني من منظر البشع، من ريحتي الوسخة. يقول هنا قمت أشحذ وأتسول مشان أجيب لقمة خبز. أهلي ما عاد أتذكرهم، رفقاتي ما عاد أتذكرهم، ما عاد أعرف حالي أنا وين صرت، أنا ليش عايش، أنا ليش موجود، ما عاد أدري بحالي خالص. يا أخوان وأقعد قدام جامع ويا متسولين. يقولوا هالناس تجي وتحنن علينا وتنطينا خبز وتنطينا أكل. يقولوا نحن ناخذ منهم الخبز والأكل وناكل. شنو جاي يصير معاي ما أدري، ما أعرف بحالي. أعرف حالي أجي أسولف مع العالم أقول لهم هيش سالفتي. يقول ما أعرف شو يصيبني، يغمى علي، أحس حالي مثل المخدر،
اسوي تصرفات غير طبيعية. وبيوم من الايام ويجي علي شخص شيخ له لحية طويلة مبين عليه الإيمان والتقوى، يقول جاء وأعطاني أكل، يقول قضبت وقمت آكل من هالأكل هذا اللي أعطاني إياه، يقول وقعد بكتره وقام يحاكيني وأني ما أرد عليه، مالي واعي بحالي أني. يقول ثاني يوم هالشخص هذا رجع جاني نوبة ثانية. صاحب القصة سولف لنا القصة، روالنا على لسان الشخص اللي قابله. فترة الأولى كان واعيا على حاله الرجال، من بعدها بطل يوعى على حاله. الرجال الثاني الشيخ هذا هو كان يكمل لنا القصة، وحكى له للرجال بعد ما عالجه انه شنو صار معاه. المهم هذا الرجال قام يجي عليه ويتردد عليه وينطيه اكل. بيوم من الايام هذا اطمأن له، لبين ما اطمأن هالرجال المتسول قام يصيبه اطمئنان باتجاه هذا الشيخ. بيوم من الايام جاء قضبه وقال له امشي معاي تاخذك على البيت. يقول اني لما انشدني وخذاني على البيت اني اتمنع واصيح لا ما اروح. يقول المهم ما اعرف شو اقنعني واجبرني وشاني وخذاني معاه، فوتني على بيته وقضب غسلني وحلق لي شعري وحلق لي دقني. هين انا نظفت ولبسني هدوم جديدة، وقضب قام يقرأ علي قرآن. هو يقرأ علي قرآن واني اصيح. يقول كل نهار بشكل يومي يقرأ علي قرآن، واظل ببيت هذا الرجال شهر كامل. بيت هذا الرجال اللي هو دغن الرجال الشيخ المسن هذا ايمانه قوي هذا الرجال. تقول ظليت ببيته شهر كامل اني ما اوعي بحالي ولا بتصرفاتي. يقول هو كان يعالجني، عرف اني ملبوس ومسكون. يقول بعد ما صحيت سولف لي على الشيء صار معاي. يقول لي وانا قاعد اقرا عليك اول فترة 10 ايام اقرا عليك بس انه تصيح وما يغمى عليك، وادهنك بالزيت المقري عليه واشربك مي مقري عليها. يقول بعد 10 ايام قمت تسولفني بلسان مرة ونوبة لسان طفل تسولفني. المرة تقول لنا ما راح اطلع منه، هذا الرجال ميكن اذاني. يقول انا هين قمت اكلمها، الشيخ قام يكلمها يقولها يعني حتى اذا اذاك اليوم الرجال جوز مو بقصده انه يأذيك، انت اليوم ليش لا تتلبسين وانت بولادك؟ ما يصير هالشي هذا اليوم هذا، اطلعي منه. وهي كانت رافضة انها تطلع منك بالبداية. يقول ظليت مصر وظليت اقرا عليك، اخر شي ردت احرقها هي وولادها. فمن شدة ما ردت احرقها هي وولادها هنا قالت لي خلاص راح اطلع اني منه. قالها وعديني انك ما تقربين عليه خالص. يقول وعدتني انها ما تقرب عليك خالص. يقول هنا قالت له راح اطلع من رجله اني وولادي، وفعلا رجلك قامت تنشال وتنخبط لما طلعت منك هي وولادها. ولاحظ انت تعافيت. قال لما انا تعافيت هنا وصحيت على امري اني ببيت هالرجال هذا، وحكى لي هالسالفه اللي صارت معاي وشلون هو ساعدني. يقول اني هنا قلت له الله يوفقك والله يرزقك وانا بدي اضل عندك هنا، انا بدي اضل عندك. قالوا لا ما يصير، مو عندك اهل تتذكر وين اهلك، تعرف وين بيت اهلك؟ يقول انا هنا رجعت لي ذاكرتي قمت اعرف وين بيت اهلي وصحيت واموري صارت زينه. قلت له ايه اتذكر وين بيت اهلي؟ قالوا تمام هي سياره وروح اوصل على بيت اهلك. وفعلا ركبت ورحت على بيت اهلي وشفت اهلي وقلت لهم هيك وهيك صار معاي اني وهيك وهيك صار معاي من الامور، والحمد لله الله نجاني بسبب هالشيخ هذا. يقول شفت صاحبي اللي ما وقف لي بالسياره، سالته ليش ما وقفت لي هذاك النهار؟ قال له يا خيو شفتك قاعد تسوي حركات غريبه وتصيح وتقوم السب علي. يقول خفت منك يعني وبمقطع لقيتك فتوقعتك جوز مو انت، جوز جني جوز شي طالع لي يعني، فخفت منك يعني صراحه، فما اني ما وقفت لك. يقولوا حكيت لهم القصه لربعي انه هيك وهيك صار معايا، ورجعت بعت بيتي وبعت اغراضي العفشات اللي عندي ورحت انتقلت وصرت بكتر هالشيخ هذا، وقمت ادرس واتعلم بالدين واحضر اذكار وصارت اموري جيده ولقيت وظيفه الحمد لله،
قمت اموري تتحسن واشتغلت اموري مش حالها. اليوم العبرة بهاي قصتنا اللي سمعناها من اخونا الرجال السعودي جزاه الله خير، العبرة منها انه اليوم صديقه دلاه على بيت بيه كنز، هالبيت هذا لونه بيه خير وبيه كنز، كان هو راح طالعه، ليش ما هو راح طالع الكنز بدل ما يدلي ربيعه. اليوم دلي ربيعه هو وزته بتهلكه. اليوم اذا ما تدرون انتم دزوا على بيت مهجور، طب انت دزيته اليوم ما تعرف انت شو يصير معاه. اليوم اللبس وضيع عقله هالرجال بين ما صدف هالشيخ ابن الحلال اللي عالجه ومشاله وضعه. يوم مصادف هالشيخ كان قضى طول عمره سايح ومجنون. مزبوط يا اخوان؟ اليوم ما يصير هالشي هذا. انت اليوم الشغله اليوم بيها خير كان انت نفعت بيها نفسك قبل ما تنفع بيها غيرك. اليوم انا بي شغله بيها خير انا انفع بيها نفسي قبل ما انفع بيها غيري. مزبوط ولا لا يا اخوان؟ كل واحد يريد مصلحة نفسه اليوم. وهاي القصة تنفعني لي وليكم. أنا صراحة لما سمعت هالقصة جدا تعجبت بيها واستفدت منها معلومات كثيرة. إنه مو كل من يقول لي روح على فلان مطرح إني أروح. زدت حالك بالبير؟ لا ما زدت حالي بالبير. أنا ماني مجبور إني أروح على هيك أمور. جد من كان فقرك جد من كان ضعفك ما يصير تروح على هيك أمور. مزبوط ولا لا يا اخوان؟ وشكرا لكم على استماعكم لقصتنا، وارجو الاشتراك بالقناة ومشان يوصلكم كل جديد من عندنا. واتمنى تحطوا لي لايك للفيديو اكون ممنونكم اني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم محمد الموسى من قناة قصة وفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.